بزاف منا كيسمع كلمة البورصة وكتجيه شي حاجة معقدة فيها غير الأرقام والرسوم البيانية، والناس كينقزو بالتليفونات. ولكن واش عرفتي بلي البورصة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد العالمي، وهي المكان اللي تقدر أي شركة تكبر وتولي فيه عملاقة؟ في الفيديو ديال اليوم غادي نبسطو هاد المفهوم ونعرفو شنو هي البورصة، شنو الدور ديالها، وعلاش كتأثر علينا كاملين. نبداو. كيسكو لا بورس؟ La bourse, un marché organisé où s'échangent des valeurs mobilières, actions et obligations. دونك ببساطة البورصة هي واحد السوق بحال أي سوق كنعرفوه، غير هو بلاصة ما نبيعو الخضرة والحوايج، كنبيعو ونشريو الحصص والأسهم ديال الشركات. فاش كتشري سهم كتولي شريك في ديك الشركة بنسبة صغيرة، وكيكون عندك الحق في جزء من الأرباح ديالها. بمعنى آخر البورصة هي واحد لو مارشي اورغانيزي، واحد السوق منظم. شنو كنعنيو بمنظم؟ يعني كاينين قوانين ومؤسسات كيسهروا على ان عمليات البيع والشراء دوز شفافيه. وفي هذا السوق كيتم تبادل ما يسمى بالقيم المنقوله لي فالور موبيليير، واللي هما اساسا نوعين: الاسهم لي زاكسيون والسندات لي زوبليغاسيون. اذا لا فونكسيون برينسيبال بيرمي لا رونكونتر ديريكت اونتر اشتور اي فوندور دو تيتر فينانسيير. إذا الوظيفة الكبيرة ديال هذا السوق هو أنه كيسمح باللقاء المباشر بين البائعين والمشتريين ديال السندات المالية. يعني بلاصة ما تقلب على شكون يبيع لك ولا يشري منك، البورصة كتجمع كلشي في واحد المنصة وحدة آمنة وسريعة. Les objectifs: faciliter le financement des entreprises et l'investissement des épargnants. إذا علاش كتحتاج الدولة والمقاولات البورصة؟ كاينين جوج ديال الأهداف الرئيسية. أول حاجة الفينانسمون دي زونتربريز، تمويل المقاولات باش الشركات يلقاو السيوله اللازمه للمشاريع ديالهم بلا ما يغرقوا في الديون البنك. تاني حاجه لانفستيسمون دي زيبارنيون، استثمار المدخرات، كتعطي فرصه للناس اللي عندهم توفير ولا ادخار ديبارنيون باش يستثمروا فلوسهم في الاقتصاد الحقيقي وهاد ما تبقى جامده. دابا نزيدو نفصلو في الادوار لو رول دو لا بورس. اول حاجه الوظائف الرئيسيه لي فونكسيون برينسيبال. اولا البورصه هي اللي كتمكن الشركات باش يدوروا ما يسمى برفع رؤوس الاموال، لوفي دي كابيتو. بلاصه ما تمشي تشري الشركه تسلف، كطرح اسهمها للناس، وهذيك الفلوس هي اللي كتخليها تمول التوسع ديالها. تاني حاجه بالنسبة للمستثمرين البورصة كتعطيهم فرص استثمار متنوعة، بلاسمون ديفيرسيفيي، يعني تقدر توزع فلوسك على شركات في التكنولوجيا، الطاقة ولا العقار، وهذا الشيء كينقص عليك من حدة المخاطر. دابا ندوزو لي زافونتاج ايكونوميك. ولكن واش هاد البورصة كتنفع غير الشركات والمستثمرين؟ طبعا الاقتصاد كامل كيستافد. اول حاجة اسيور لا ليكيديتي دي تيتر فينونسي، يعني توفير السيولة لا ليكيديتي هي اللي كتضمن ليك ان نهار تبغي تبيع السهم ديالك وتخرج فلوسك تلقى المشتري في اسرع وقت. تاني حاجة بيرمي ليفالواسيون كونتينيو دي زونتربريز كوتي، يعني تقييم الشركات، ليفالواسيون كونتينيو. البورصة هي ميزان الشركات، السهم طالع يعني الشركة غادة مزيان والمستثمرين تايقين فيها. اخر حاجه سوتيان لو فينانسمون دو ليكونومي جلوبال، دعم الاقتصاد الوطني. البورصه القويه كتعني اقتصاد قوي لانها هي المحرك اللي كيدفع الفلوس من عند الناس اللي عندهم فائض، الموفرين لعند الناس اللي عندهم افكار ومشاريع المقاولات. كاين ديفيرونس اونتر لا بورس اي لا بنك. بزاف منكم غادي يسول علاش غادي نمشي للبورصه وانا عندي البنك. كاين هنا واحد الفرق جوهري خصنا نفهموه. اول حاجه la bourse, marché direct entre investisseurs et entreprises. Risque plus élevé, rémunération variable, dividende, plus-value. Nécessité un compte تتر او بي او ا. شنو كيعني هادشي؟ كيعني بلي البورصه هي واحد السوق مباشر، مارشي ديريكت. هنا الشركات كيتلاقاو نيشان مع المستثمرين بلا ما يحتاجوا الوسيط يدير لهم القرض، وهذا الشيء كينقص التكاليف على الشركه وكيزيد الارباح للمستثمر. تاني حاجة هي لا بنك، intermédiaire financier collecte l'épargne et accorde des crédits. البنك هو واحد الوسيط مالي انترميديير، كياخد الفلوس من الناس اللي باغيين يخبيوها الادخار وكيعطيها للناس اللي محتاجين يسلفوها القروض.
La différence clé risque faible avec intérêt fixe vs risque élevé avec des gains potentiels. الفرق الكبير هنا كاين في الربح والخطر. في البنك الخطر كيكون ضعيف بزاف، والارباح اللي هما الفوائد كتكون ثابته ومحدده من الاول. اما في البورصه الخطر كيكون طالع شويه ريسك الفي، ولكن حتى الارباح الممكنه جيم بوتنسيال كتكون اكبر بزاف، سواء عن طريق الارباح السنويه اللي كتوزعها الشركات لي ديفيدوند، او فاش كيطلع ثمن سهم وتبيعو بالربح لا بلي فاليو. Qui peut acheter et vendre à la bourse en bourse؟ أول حاجة هما les acteurs du marché، الفاعلون في السوق، particuliers les investisseurs individuels، les investisseurs institutionnels، les fonds et l'assurance. دابا وصلنا للسؤال المهم، شكون هما هاد الناس اللي كنشوفوهم كيبيعوا ويشروا في البورصة؟ في الواقع كاينين جوج ديال الأنواع الأساسية، هما لي بارتيكوليي الافراد، يعني مستثمرين بحالي وبحالك كيدخلوا بفلوسهم الخاصه باش ينميو الادخار ديالهم. تاني نوع هما لي زانفيستيسور انستيتيونيل، يعني المستثمرون المؤسساتيون. هادو هما الحيتان الكبار في السوق، يعني بحال صناديق التقاعد مثلا، شركة التأمين والأبناك. هادو كيدخلوا بمبالغ ضخمة جدا. دوزو دابا لي كونديسيون داكسي، شروط الولوج. واش نقدر غدا نفيق ونمشي نيشان للبورصه نشري واحد السهم؟ الجواب هو لا، كاين مسار لازم نتبعو. اول حاجه l'entreprise et banque peuvent aussi investir, nécessité d'un compte d'être au PEA, passage obligatoire par un intermédiaire agréé, courtier ou bien la banque. اولا خصنا نحلو واحد الحساب خاص كيف ما ذكرنا، كونت تيتر ولا بي او. ثانيا ضروري تمرها بلا وسيط معتمد، انترميديير اغري. هاد الوسيط يقدر يكون هو البنك ديالك ولا الشركه في البورصه كورتيي، هما اللي كينفذوا لك اوامر البيع والشراء مقابل واحد العمولات بسيطه. ثالثا حتى الشركات والابناك براسهم كيقدروا يستثمروا في شركات اخرى عبر البورصه. Pourquoi la bourse a-t-il du mal à se développer dans les pays en développement؟ علاش البورصة مازال ما تطوراتش بالشكل المطلوب في الدول النامية؟ إذن بعد ما عرفنا الأهمية ديال البورصة، كيبقى واحد السؤال محير، علاش في الدول النامية بحالنا في المغرب ولا الدول الإفريقية البورصة مازال ما واخداش بلاصتها الحقيقية؟ شنو هما العوائق ولا الفرانات اللي حابسينها؟ كاينين 4 ديال الأسباب أساسية خاصنا نوقفوا عندهم. إذن أول سبب هو la manque de culture financière et l'éducation boursière faible، نقص الثقافة المالية. بزاف ديال الناس كيعتبروا البورصة بحال القمار ولا شي حاجة معقدة بزاف. هاد النقص في التعليم البورصي كيخلي الناس يخافوا يدخلوا لهاد المجال. تاني حاجة faible épargne disponible au sein de la population، يعني ضعف الادخار. ملي كتكون القدرة الشرائية ضعيفة، الناس يلاه كيكفيهم يدخلوا داكشي المصاريف اليوميه وما كيبقاش لهم فائض اللي يقدروا يستثمروا في المدى البعيد. ثالث سبب هو peu d'entreprises suffisamment grandes peut être cotées، يعني قلة المقاولات الكبيرة. البورصة كتحتاج شركات عملاقة وقوية باش تنعش الاقتصاد، وفي الدول النامية أغلب المقاولات هي صغرى ولا متوسطة لي PME، واللي غالبا ما كيكونش عندها الحجم الكافي باش تدرج في البورصة. آخر حاجة هي le cadre réglementaire et juridique faible ou peu appliqué et la manque de transparence et gouvernance d'entreprise insuffisant، يعني غياب الشفافية والحكامة. بعض الشركات مازال ما عندهاش ثقافة الحكامة الجيدة، لا gouvernance. المستثمر كيبغي الوضوح والتقارير المالية الصادقة والقوانين اللي كتحميهم. اللي كيغيب هذا الوضوح كتقل الثقة. ولكن الأسباب ما كتحبسش غير هنا، كاينين عوائق أخرى تقنية ثقافية كتخلي البورصة في الدول النامية تعطل. أول حاجة الانفراستركتور تكنولوجيك ليميتي، يعني البنية التحتية التكنولوجية. البورصة اليوم صبحات رقمية 100%، ملي كيكون ناقص في الأنظمة المعلوماتية ولا صعوبة في الوصول لمنصات التداول، هادشي كيعجز المستثمر الصغير. لانستابيليتي ايكونوميك اي بوليتيك، يعني الاستقرار الاقتصادي والسياسي. المستثمر بطبعه ديالو خواف، كيبغي بيئة فيها استقرار والقوانين وفي قيمة العملة. أي تذبذب كبير كيخلي الناس تهرب من المخاطرة في البورصة.
préférence pour l'investissement immobilier ou informel، يعني عقدة العقار والاقتصاد غير المهيكل. في الثقافة ديالنا بزاف ديال الناس كيفضلوا يحطوا فلوسهم في الحيط، العقارات، في التجارة غير المهيكلة بعيدا عن أعين الرقابة، عوض ما يدخلوا المجال شفاف ومنظم بحال البورصة. سيستيم بانكير دومينون مي بو ديفلوبي، يعني هيمنة النظام البنكي. الأبناء عندنا واخدة واحد الحصة الأكبر من التمويل. هاد السيطرة البنكية مع عدم تطور الخدمات الاستثمارية المتنوعة كيخلي البورصة تبقى في الظل. دابا غادي ندوزو لي كونسيكونس دو سي ديفيكولتي. دائما ملي كنهضروا على هاد العوائق راه ماشي غير كلام نظري، بل عندها واحد النتائج حقيقيه وقاسيه، خصوصا على الاقتصاد. لامباكت ايكونوميك، لي زوبستاكل او ديفلوبمون بورسيي اون دي ريبركسيون ماجور. وشنو هما هاد لي زيفي برينسيپو؟ لو فينانسمون لوكال، لي زونتربريز بين à lever des capitaux pour se développer, croissance économique, freine à l'investissement et à l'attraction des capitaux étrangers, la compétitivité, difficulté à rivaliser sur les marchés internationaux. دونك كاينين عندنا اول حاجه واحد الصعوبه في التمويل. الشركات ديالنا كيبقاو عاجزين يجمعوا رؤوس الاموال كافله، واحد الكابيتال كافيه باش يكبروا وينافسوا. تاني حاجه هو بطء النمو الاقتصادي. ملي كيكون الاستثمار ضعيف ما كنقدروش اننا نجذبوا واحد رؤوس الاموال الاجنبيه، الاقتصاد ككل كيتعطل. ثالث حاجه هو ضعف التنافسيه. بلا بورصه قويه الشركات الوطنيه كتلقى صعوبه باش تواجه الشركات الدوليه اللي عندها تمويلات ضخمه من اسواقها الماليه. وشنو هما لي سوليوشن كلي؟ améliorer l'éducation financière, renforcer les infrastructures et régulation. ولكن هاد الشي كامل ما كاينش باللي ما كاينش امل، بالعكس الحلول كاينه وممكنه. اول حاجه تطوير التعليم المالي، لازم نزرعوا الثقافه البورصيه في المدارس والجامعات وحتى بين عامه الناس باش تولي البورصه وسيله استثمار معروفه ومفهومه. تاني حاجه تقويه البنيه التحتيه والقوانين، لازم الدوله تبسط المساطير وتوفر تكنولوجيا متطوره كتحمي المستثمر وكتضمن الشفافيه. اخر حاجه هي تحسين التنظيم ولا لا ريغولاسيون، تقويه المؤسسات اللي كتراقب السوق باش تزيد الثقه عند المستثمرين. دونك البورصه هي واحد الوسيله وتحدي في نفس الوقت، هي ميزان الحداثه الاقتصاديه ديال اي بلد. اذا في الاخر غادي نساليو بواحد لا سيتاسيون كلي. كاينه واحد الحقيقه لازم نعقلوا عليها كاملين، وهي لو ديفلوبمون دي مارشي فينانسيير est un clé pour stimuler l'investissement et la croissance durable dans les pays en développement. اش كيعني هادشي؟ كيعني بلي تطوير الاسواق الماليه هي مفتاح اساسي باش نحفزوا الاستثمار ونحققوا نمو مستدام في الدول الناميه. البورصه ماشي مجرد كماليات، بل هي واحد الضروره اقتصاديه باش نضمنوا المستقبل افضل للاجيال اللي جايه. إذن دابا غادي نساليو بواحد لابيل à l'action, renforcer la formation, la régulation et la confiance des investisseurs. باش نوصلوا لهذا الهدف طريق واضحة، لازم نركزوا على التكوين والتعليم المالي ونقويو القوانين المنظمة، والأهم من هذا الشيء كامل نرجعوا الثقة المستثمر. الثقة هي العملة الحقيقية في سوق البورصة. كنتمنى يكون هذا العرض يكون جاوبكم على تساؤلاتكم وبسط لكم عالم البورصة المعقد. إلا عجبكم المحتوى شاركوه مع أصحابكم